مساء الخير مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم لمتنا مع نهى. ضيفتي النهارده العزيزه الدكتوره نهى عطارد، اهلا بيكي. استشاري الجلديه والتجميل. شرفتينا النهارده اول مره في البرنامج عندي، بس طبعا شهرتك يعني اشهر مره على العالم زي ما بيقولوا. ضيفه عزيزه على البرنامج. مشكله الشعر وتساقط الشعر ده اللي هنتكلم عليه النهارده. تمام. حابه ابتدي الاول بس نشوف الدوره بتاعت الشعر شكلها عامل ازاي. انت حابه تبتدي البرنامج بالطريقه دي، فانا حابه نشرح للجمهور اكتر يعني الشعر دوره المراحل بتاعته شكلها عامل ازاي، الدوره بتاعته شكلها عامل ازاي، اللي بيأثر عليه كده. تمام. بصي حضرتك، اولا شكرا للمقدمه بتاعت حضرتك. دوره حياه الشعرايه ببساطه احنا هنستخدم الفاظ بسيطه عشان ايه كل الناس يعني تفهم على طول ببساطه من غير الفاظ مكلكعه يعني. تمام. الشعرايه اول شيء دوره الحياه الطبيعيه بتاعتها دي بتاخد حوالي 3-4 شهور. الطبيعي بتاعها انها تنمو الاول، تطلع تنبت، بعدين تقوى، بعدين تبدا تطول، وبعدين تبدا تقع. يعني من الدوره الطبيعيه بتاعه الشعرايه، من السيناريو الطبيعي بتاعها انها لازم بتطلع ولازم تقع. الكلام ده بيجدد نفسه كل 3-4 شهور. يعني الطبيعي جدا ان احنا كل 3-4 شهور نلاحظ ان في شويه شعر بيقعوا، ده عادي جدا. ده احنا بنلاحظها كل يوم. ما انا هقول لحضرتك ايوه احنا بنلاحظها كل يوم. بس امتى اقول ان انا تساقط الشعر بتاعي ده طبيعي؟ امتى اقول ان هو كده في حاجه غلط؟ احنا معانا من 50 ل100 شعرايه تقع يوميا. لو ده الشعر اللي بيقع مننا يوميا فده كده احنا ماشيين طبيعي عادي جدا. احنا في العيادات كدكاتره يعني احنا بنمسك الشعر بنمسكه بايدينا نسحبه. لو طلع في ايدي كده 3 شعرات احنا كده ماشيين مظبوط. الشعر ده ما يعتبرش تساقط مرعب للشعر. نفس الحكايه لو حضرتك اقول لك يعني دي على كل المراحل، يعني كل المراحل السنيه بيبقى هما نفس النسبه من 50 ل 100 بصي حضرتك من 50 شعرايه ل 100 شعرايه. اللي كانت وهي صغيره شعرها بيقع 50 شعرايه عادي قوي، ان وهي كبيره يقعوا 70 80 ده عادي. يعني فهماني قصدي دوره من 3 ل 4 شهور في كل المراحل. من 3 ل 4 شهور دي دوره حياه الشعرايه الطبيعيه جدا، دي ملناش اي كنترول عليها. الفكره ان انا امتى اقول ان الشعر ده طبيعي بيقع، التساقط ده التساقط الطبيعي بتاعه وهينمو تاني، ولا ان التساقط ده كده في حاجه غلط لازم ابتدي الجا لعلاج. زي ما بقول لحضرتك انا بلاحظه يوميا. الشعر بيقع من 50 ل 100 شعرايه احنا كده تمام. اكتر من كده اصحى الاقيه على المخده، الاقيه على هدومي، الاقي فيه قشره في شعري مش مظبوطه، الاقي فيه اماكن بدات تفضى كده، يبقى في حاجه بدانا نقول غلط. الشعر طبعا له اسباب كتير قوي لتساقطه. من ضمنها زي ما بنقول حضرتك ان هو دوت الدوره الطبيعيه بتاعته، التساقط الطبيعي. الاسباب كتير قوي لتساقط الشعر الثانيه، بس هما سببين رئيسيين. النفسيه دي اللي هنتكلم عليها في الفقره الثانيه، فعايزين ندخل فيها على طول. حاضر. السببين الرئيسيين بتوع تساقط الشعر اما انه يكون وراثي، يعني السبب ده بتاع التساقط وراثي، او حاجه غير وراثيه. تمام. الوراثي ده بيبقى جينات وراثيه، بيبقى خاله عمه باباه حد منهم عنده الجين الوراثي بتاع تساقط الشعر، والولد او البنت بتورثه. تمام. فبتلاقي بعد سن معين اول ما دخلت في سن الشباب يبتدي الشعر يتساقط تدريجيا، وتبتدي تصحى تلاقيه بيخف بشكل بدون اي اسباب. والنسبه بتبقى واحده بين الرجاله والستات؟ لا طبعا لا. السيدات مهما كان يعني ممكن يبقى عندها حاجه اسمها صلع، ممكن يبقى عندها الصلع الوراثي ويبقى يعني عندها الجين الوراثي وكل حاجه، بس الست مهما كان عمر ما راسها بتفضى تماما. يعني لازم بتلاقي كام شعرايه حتى يتعدوا. غير الراجل ممكن يوصل للمرحله اللي هو ما يبقاش فيه ولا شعرايه في راسه، حتى لو كان الشعر وهم صغيرين تقيل. ده بيبقى احيانا تقيل جدا، بيبقوا مش مصدقين ان هو فجاه تدهور بدا يسحب. وعلى حسب بقى طبعا يعني اشكال تساقط الشعر الوراثي ده في الراجل بتبقى واضحه اكتر، لانه على حسب هو الموديل بتاع التساقط بتاعه ايه. هل هل يبتدي يقور من قدام على طول، هل الام يبتدي الجناب تسحب وبعدين يبدا يسحب لورا، هل ام معاها او اللي هما الجنبين يسحبوا وبعدين تبتدي حته ورا كده او تسحب، ولا هو المهم ان احنا في النهايه لازم بنلاقي ان الشعر كله فضي، سواء كان بدايته شكله كان ايه، انما في النهايه كلهم بيوصلوا لنفس الشكل اللي هو الراس بتبدا تفضى تماما، اخر حاجه بتروح الجوانب تبتدي تقع، خلاص انتهى.
والزحف ده بقى الكلام ليه ده حاجه لو ما عالجش طبعا ده السبب الوراثي. اما في اسباب تانية غير وراثيه، زي مثلا في حاجه اسمها الثعلبه. الثعلبه دي ممكن تبقى جايه بدون اسباب، هي جت حته حبه شعر فضيوا من منطقه معينه كده، وبيبقى لها يعني اطار واضح كده، والمنطقه دي ما فيهاش شعر فجاه وبدون اي مقدمه. دي ايديوباثيك اكشن، ممكن تطلع لوحدها كده بدون اي اسباب. احنا بنرجع اسبابها، معظم الاسباب بتاعتها المناعيه مثلا، اللي الحاله شويه نفسيه احيانا كده يعني. في اسباب تانية لتساقط الشعر او للثعلبه دي، ممكن ما تبقاش ثعلبه، ودي اكتر حاجه بتلخبط معاها على فكره. ممكن يبقى حاجه اسمها فانجل انفكشن، ممكن يبقى نوع من انواع الفطريات، بيروح عامل الجزء ده في الراس يبتدي يفضى، احيانا يعمل قشور بيضه كده فوقيه، واحيانا لا، حسب بقى انت شفتيه في انهي مرحله. بتطلع في الاطفال كتير، بتطلع في الاطفال كتير، تلاقي حته شعر، حبه شعر مش موجودين. دول لو اتسابوا ممكن يسحبوا على فكره، ممكن ياخدوا الشعر كله. ده لازم تلجأ فورا لطبيب، لازم يتعالج ويتعالج بالشكل المظبوط. لازم الانتي فانجلز اللي هو المضادات الفطريات بتتاخد بسيستم معين، شامبوهات معينه بتتكتب، وبنبلغ دايما المريضه ان ما تنتظريش الحل او ما تنتظريش النتيجه قبل من 3 ل 6 شهور. طب والعلاج اللي هو متبع الشعبي بقى، اللي هو مش عارفه احطوا عليه كذا، ادهنوا كذا، الحاجات بقى بتاعت الجدات وكده، انا يعني دايما بمشي مع السيستم يعني انا بحب امشي باي ذا بوك، يعني ما احبش نروح للتخصص. يعني انا احب دايما انا ما بلجأش للحاجات الاجتهاديه ديت في العلاجات، او لما يكون الموضوع يعني متعلق بالصحه او بالجمال او بكده، ما بحبش الجا لاجتهادات شخصيه. هنطلع فاصل ونقف عند الحته دي ونرجع نكمل تاني. فاصل ونعود ان شاء الله. رجعنا من الفاصل. دكتوره، كنا بنتكلم على الثعلبه، حضرتك كنت وصلتي للمرحله دي معانا في الحديث. وقلنا ان في الثعلبه بتكون سببها بتطلع لوحدها، وفي لو مثلا في فطريات او حاجه بتؤدي الى ان في جزء في الشعر او في الراس بيبتدي يفضى منه الشعر، بتبقى برضو لها حدود واضحه كده، صوره دايره، صوره وات ايفر، وتبتدي تكبر. في سبب تاني برضو لتساقط الشعر، اسباب كتير الحقيقه برضو لتساقط الشعر الغير وراثيا. ممكن استخدام بعض المواد الكيميائيه الضاره، اللي للاسف الشديد اصبحت يعني عاده غير صحيه بالمره عند بنات كتير. الصبغات، الاساليب الكتير لفرد الشعر، حتى ايفن الكرياتين والله والبروتين لو مش طبيين او لو مضاف عليهم ماده الفرد، ده ما بيبقاش مطلوب ابدا. كل الاسباب دي بتتعالج والشعر بيرجع تاني لصحته عادي جدا، بس لازم نلجأ للعلاج، لازم نستخدم ادويه عشان نعالجه. طيب هندخل في المشاكل قبل ما نخلص على المشاكل كلها مره واحده. في سبب تاني مهم جدا جدا، اللي هو الحاله النفسيه او الامراض الصحيه. حد لسه خارج من عمليه جراحيه، حد لسه مناعته قلت قوي، عنده شويه انيميا، نفسيته سيئه، كل ده بيدخل الشعرايه في حاله، يعني حاجه اسمها في التالوجين افليفيوم، اللي هو ايه؟ اللي هو كاننا بنقول الشعرايه وصلت للمراحل الاخيره من مراحل التطور او النمو بتاعها، بس بدري عن ميعاده، يعني عجزناها بدري زي ما بنقول، شعرها شاب. نتيجه ايه؟ المرض، نتيجه النكد، نتيجه وات ايفر الزعل، ده خلى الشعرايه دخلت في مراحل متاخره من مراحل النمو بس بدري عن ميعادها. وحضرتك قلتي كمان الدخول في العمليات، يعني مثلا عمليات الولاده المتكرره او لو حد اتعرض طبعا بعد الولاده طبعا لازم في كورسات، لازم اهتمام بالشعر، حتى لو شعرها سليم وصحي وكل حاجه لازم تهتم بالحاجات دي بعد الخروج من اي جراحه، اي مشكله صحيه اثرت عليها نفسيا، حتى اي حاجه من دول، شويه انيميا، نقص حديد، كل الحاجات دي لازم اهتم بشعري علشان ما اوصلش بيه للمرحله المرضيه اللي احتاج اقعد اعالجه فيها يعني فتره طويله. طيب هنتكلم بقى، ناخد ندي شويه تفاؤل كده، هل ممكن ان احنا نرجع تاني لشعرنا طبيعي زي الاول؟ دلوقتي قد ايه لو ينفع؟ دلوقتي الاساليب كتير قوي لعلاج الشعر بصراحه، وكلها ما شاء الله 3/4 فعال يعني.
احنا مثلا حسب السبب بتاع التساقط بيكون العلاج. يعني زي ما قلت لحضرتك، لو التساقط ده وراثي بنبتدي واحنا بنعالج بنضيف ادويه على الفيتامينات اللي بنعالج بيها المريض، بتكون شويه يعني بتعادل التساقط الوراثي ده، بتعالج الاسباب بتاعه التساقط الوراثي. حضرتك بقى بتكتشف اذا كان وراثي ولا كده عن طريق تحاليل مثلا او كده، ولا عن طريق حاجات كتير؟ عن طريق اعادي مع المريض، ابتدي اتكلم معاها، اتكلم معاه، ابتدي افهم التساقط مشي عنده ازاي، السيناريو الهيستوري بتاعه مشي ازاي، التساقط بدا يقع ازاي، شكل الراس وهي فضيت بصوره ايه، هل فضيت من اماكن متفرقه ولا فضيت من مناطق معينه، ولا زي ما بقول لحضرتك لها مكان محدد اللي التساقط ده حصل فيه. هل بتفضى من قدام بس؟ في بعض البنات غاويه انها طول ما قاعده بتفكر افضل اشد في شعري واوقعه، الترايكوتيلومانيا دي حاجات، ده برضو من اسباب تساقط الشعرايه، ان هي بتقطع فيه. في حسب شكل الشعرايه اللي هي جايه لي بيه، حسب معدل التساقط، حسب السيناريو او الهيستوري اللي بيحكيه لي المريض، انا ببتدي اشخص اذا كان هو ده وراثي او غير وراثي. عنده حد في العيله تعبان، عنده شعره فاضي كده ولا لا، قايم من دور مرض، قايمه من ولاده، لسه مستخدمه مواد غلط على شعرها، بتلعب فيه وات. كل دي حاجات بتساعدنا ان احنا نشخص صح، لانه حضرتك التشخيص الصح هو اهم خطوه في علاج الشعرايه. طبعا. يعني انا دلوقتي اذا شخصت السبب الحقيقي هوصل للعلاج بسهوله، لانه ده له ادويته والسيستم بتاعه اللي اصبح دلوقتي متطور قوي الحقيقه، والتساقط الغير وراثي برضه له ادويته وفيتاميناته والسيستم الطبيعي بتاعه. بل بالعكس دلوقتي كمان العلاج بتاع تساقط الشعر الغير وراثي اصبح سهل قوي عن قبل كده، يعني بقى مقتصر على ممكن شويه فيتامينز، عادات صحيه هي بتتبعها وهي بتسرح شعرها، وهي طرح معينه لو هي بتلبس طرحه او كده، في خامات معينه بنطلب منها انها تجيبها، سيستم معين، شامبو معين بتغسل بيه شعرها، ممكن نلجأ للحقن لو محتاجه، يعني الحقن بما ان حضرتك ذكرتي موضوع الادويه، في دلوقتي كل ما نفتح مثلا فيسبوك اي وسيله دعائيه معينه بنلاقي كتير جدا دعايه على ادويه في خلال مثلا اسبوعين 3. معلش انا عارفه ان السؤال مش عايزه تجاوبي عليه بس هو يعني بصي حضرتك، بس هو لازم نطرحه ان الحاجات دي حاجه من وحي الخيال، يعني انا بتهيالي ما فيش حد بيطلع شعره في اسبوعين 3 يعني. بصي حضرتك، احنا زي ما ذكرنا في الاول ان يعني مراحل نمو الشعر او دورة حياة الشعرايه 3-4 شهور. انا عشان اصلا لما بتجيلي المريضه تبتدي مثلا لو حاله متاخره شويه او كده، انا بطلب منها مبدئيا ما تسالنيش عن شعرها او عن التحسن قبل سنة سنتين، هتلاقي شعرك يعجبك. هنبدا من 3-4 شهور بتبتدي تلاحظ ايه بقى؟ ان التساقط بيقل، ان الشعر فيه فعلا حاجات صغيره بتملى فيه بتنبت، يعني من 3-4 شهور يا دوبك تبدا تلاحظ ان احنا ماشيين صح. وده بيكون بحقن وبسيستم طبي وبالعلم وبالدراسات، مش مجرد انا حطيت دواء على شعري او كده في اسبوع او اسبوعين. ما كانش طب في خلال فترة العلاج قبل ما نبتدي نشوف مراحل العلاج بشكل عام ازاي، في خلال فترة العلاج دي بيحتاج مثلا أدوية معينة، يعني مثلا نوع أكل معين، بيحتاج مش طريقة معينة للعلاج كده؟ مش كل الحالات. احنا بننصح طبعا ان هي تاخد فيتامينات على قد ما تقدر، كل ما هو أخضر ده بيبقى مفيد جدا للشعراية. كل ما الحاجات اللي تعلي نسبة الحديد في جسمي دي بتبقى مفيدة جدا للشعراية. البيوتين ما بنحبش نلجأ له على فكرة كأقراص كتير في البداية، إلا لو الحالة مضطرانة لكده أو السن كبير شوية فمش هيتفرز في الجسم بطريقة طبيعية، فأنا محتاجة أن أنا ألجأ له ككبسولز أو حاجة من الخارج. على فكرة أسئلة كتير في الكنترول. طب الحاجات الطبيعية اللي احنا بنلجأ لها اللي هي التوم، اللي هي الحته دي اعمليها بتوم كتير، طب حطي عليها مش عارفه جرجير، الحاجات دي كويسه محفزه بس ولا الحاجات دي اللي خلينا نقول ان هي وقائيه وممكن تبقى يعني عامل محفز او عامل مساعد جنب العلاج. انما لو الشعرايه تعبت او احنا وصلنا لسن معين بيبقى الحاجات دي تحصيل حاصل.
يعني انا ممكن اجي على طفل صغير او طفله صغيره ابتدي اعودها ان انا ادهن لها الزيوت الطبيعيه والحاجات دي از لونج از ان الشعرايه سليمه واوريدي ما فيهاش مشاكل وطبيعيه وقويه، انا بقويها اكتر، بحافظ عليها، بحط لها الزيوت الطبيعيه والحاجات دي علشان اغلفها من بره التغليفه السليمه، وفي نفس الوقت الشعرايه قويه وتستحمل الزيوت اللي هحطها. خدي بال حضرتك انه احنا لو الشعرايه تعبت فعلا وبدا التساقط، انا واحده من الناس بنصح الكلاينت او العميله او العميل ان هو ما يحطش زيوت على شعره خالص، لان الزيت بيكون كماده تقيل على الشعرايه، فممكن ياخد الشعرايه بطولها ويروح موقعها. يعني طب احنا معانا مداخله حضرتك ممكن تردي عليها. شيماء ازيك؟ السلام عليكم. اهلا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضلي. بقول لك حضرتك انا عندي 40 سنه وشعري فيه قشره كده وبيقع، بسرحه وبيقع جامد قوي. تمام. محتاجه تساليها سؤال تاني؟ هو حضرتك معلش بتسرحيه بامشاط ولا بتسرحيه بفرش؟ وهل بفرشه. بالفرشه. طيب يعني تمام خلاص. تمام، ميرسي يا شيماء، شكرا لك. وعندي برضو عيل لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. عندي عيل برضو عنده 7 سنين برضو شعره فيه قشر، مهما اعمل مفيش فايده برضو. تمام. ماشي. سؤالك وصل للدكتوره، متشكرين ليكي. بصي حضرتك طبعا ده كده واضح ان في الشامبو او العادات الصحيه اللي عندهم في البيت في حاجه بتتعمل غلط. تمام. ممكن يكون الشامبو مش مناسب لفروه الراس بتاعتهم بدليل ان هي وابنها اتاثروا بيه. ممكن يكون في عوامل تانية طبعا مثلا مش بتتنظف، مش هنقول بعد الشر صدفيه او حاجات زي كده، لان دي لازم تتشخص في عيادات. بس طالما هي القشره طبيعيه وما بيطلعش تحتها حاجه زي لون احمر او بتهرش فيها جامد او كده، فده بيبقى نوع من انواع الجفاف بتاع فروه الراس، عادي ما بيشربوش ميه كويس. الشامبو محتاج يتغير، محتاج نستخدم شامبوهات اكتر تكون ضد القشره. اما نسرح الشعر ما نسرحش بفرشه واحده كلنا، لازم كل واحد يسرح بالمشط الخاص بتاعه، وانا بفضل دايما الامشاط والامشاط الواسعه. بس مش بتنفع مع كل نوعيات الشعر، في شعر اللي بيبقى كيرلي قوي صدقيني بالعكس، المشط الواسع يسرح الشعرايه احسن بكتير من المشط الضيق. الواسع ده المسافات بتاعته واسعه، ده بيبقى حنين على الشعرايه، ما يقطعش فيها جامد. تمام. الحاجه الثانيه، انا لما اجي اسرح شعري انا مش لازم اعمل احتكاك جامد قوي مع فروه الراس، اسرح شعري بدون ما اخلي يبقى فيه احتكاك بسنون المشط مع فروه راسي كتير، لان ده لوحده في الشتاء اللي احنا فيها كفيل بانه يعمل قشور في الشعر. وزي ما بيقولوا التسريح من فوق لتحت ولا من تحت لفوق، زي ولا مش فارقه؟ هي مش الدوره الدمويه والحاجات اللي كانوا بيقولوا عليها دي. المهم عندي ان الشعرايه لما اجي اسرح بدون تقطيع، اسرح بالراحه. انا المشط خلاص وقف معايا هنا مش مشكله، اسلك تحتيه وابتدي اخد العقده او الحاجه اللي واقفه معايا دي بالراحه. اما اخرج من الحمام مش على طول اول ما اخرج من الحمام اروح لما شعري، ده بيبقى غلط على فكره. الصح ان انا اخرج من الحمام انا لفيته بالفوطه، المفروض كمان حتى التنشيف نفسه الشعرايه يبقى بشكل معين، يعني اللي احنا بنقف نعمله النكشه والتخبيط في فروه. لا في ناس كانوا دايما يقولوا برضو زمان يعني ليه بالشعر على قدام، يعني دوره. لا التنشيف الشعر الصحيح يعني طبعا التنشيف الصحيح مش ان انا اقلبه على قدام، بالعكس ان انا اسيبه في مكانه. هنشف بالفوطه كده وانشف ضغط كده. طب معانا مي من القاهره. اهلا بيكي يا مي. اهلا وسهلا مدام نهى، ازي الصحه؟ اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. اهلا يا دكتوره، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا بعمل بروتين على شعري مثلا في السنه مره او مرتين، وبعدين العلبه بيبقى مكتوب عليها 0 فورمالين، وقعدوا يقولوا لا ده كويس، وناس ثانيه اسمع ان هو لا خطر جدا. فمدى خطوره موضوع البروتين بحاول اقلله، يبقى مره في السنه على الاقل او كده. في دلوقتي انواع بقى كتير زي كيراتين، بروتين، بايوتين، فانا مش عارفه احسن حاجه علشان يعني فرد الشعر. عارفه الشعر المصري حضرتك كلنا بنحتاج مساعدات خارجيه. يعني سؤالك على نوع البروتين وعلى مدى احتفاظك بيه لمده قد ايه، صح؟ ومدى خطورته. النوع اللي حضرتك تستخدميه، اما بتيجي تحطيه على شعرك بتلاقي وهو لو مثلا ماشي عليه بيبي ليس او حاجه بتحسي الريحه قويه قوي، تعبت صدرك، عينيكي دمعت؟ احيانا طبعا بيبقى كده. تمام. ده مش 0 فورمالين. ده مش 0 فورمالين يا مي. ده بصي حضرتك الزيرو فورمالين. طب حضرتك محتاجاها تاني؟ لا احنا كده انا هجاوب. تمام يا مي، ميرسي ليكي، شكرا ليكي.
اتفضلي يا دكتور. بصي حضرتك، منتجات كتير قوي بيبقى مكتوب عليها على فكره ان هي زيرو فورمالين. ايوه، ما هي ممكن ما يبقاش فيها فورمالين، بس بيكون فيها مواد اخرى لفرد الشعرايه. البروتين الطبي المظبوط سواء كان امريكي او برازيلي، اللي احنا لما حتى بنلجا له في حالات الشعر المتاخره قوي، اللي هو مجعد قوي، وبعد ما بنخلص فتره علاجه زي ما قلت لحضرتك، لازم الشعرايه اللي يتحط عليها بروتين او كرياتين او زيوت تكون اصلا الشعرايه دي صحيه وقويه، لان المواد دي في حد ذاتها مواد تقيله على الشعرايه، مهلكه للشعرايه نفسها. هي نفسها تقيله. هي بتغلف وبتقوي، بس في نفس الوقت هي بتبقى تقل على الشعرايه. لو الجدر عندي ضعيف، الشعرايه بعد ما يبدا يطلع الجدر الضعيف اللي من جوه ده، هتروح التقل اللي مغلف بقيه الشعرايه هياخد الشعرايه من جدرها وتقع. عشان كده بعد 2-3 من البروتين، من الكرياتين، من الحاجات دي، بنبتدي نلاحظ ان الشعر بيقع، وبيقع من جدره. طب ليه بيقع من جدره؟ ايوه، لان الجدر ضعيف. وانت حطيتي ماده حتى لو طبيه وكويسه قوي، هي غلفت الشافت بتاع الشعرايه بطولها، بس الجدر ستيل ضعيف، فخدت الشعرايه بطولها وراحت واقعه. فاحنا لازم الشعر مبدئيا يكون صحي. عايزه تعملي الحاجات دي اوكي، بس لازم تكوني مهتمه بجدر شعرك. يعني اذا هتعملي بروتين او كده ومضطره له، اوكي، يكون اولا بروتين تماما خالي من اي مواد للفرد، سواء فورمالين او وات ايفر، في مسميات كتير. احنا بنبص بس على الفورمالين، ما بنبصش على بقيه تانية. المواد، بس هو لازم يبقى مضاف اليه حاجه تفرد. المظبوط بقى نعرفه ازاي؟ اولا احنا ما بنشملوش اي ريحه، عينينا ما بتدمعش خالص، وما بيفردش. هي دي طبعا الحاجه اللي عمرنا ما هنحبها. الاستخدام بتاعه عشان الفرد، فاحنا كده يبقى مش هنستخدمه. لا، الاستخدام بتاعه انا متاسفه مش عشان الفرد، الاستخدام بتاعه علشان تطريه الشعرايه، وعشان اضيع الهيشانه القويه بتاعتها. انا ممكن يبقى شعري كيرلي بس نايم على راسي وناعم وجميل وطري، الشعرايه نفسها طريه بشكل طبيعي، دي كده تغذيه بدون فرد. طيب سؤالها الثاني كان مده كل قد ايه ممكن تعمل لو كان الحاجه صحيه 100%، وممكن تحتفظ بالعلبه قد ايه؟ يعني حتى لو احنا سمحنا لبعض الحالات اللي شعرها اكرت قوي انها تعمله كل 6 شهور، فده بيعتبر برضو بدري. يعني انا بحب مش اكتر، مش قبل سنه. ولو العلبه اتفتحت ممكن تقعد مده قد ايه؟ بيبقى مكتوب عليها، بس برضو مش اكتر من سنه. يعني حتى لو مكتوب عليها فتره اطول من كده مش مشكله انها تجيب الحاجه دي فريش. بس البروتين الطبيعي يا جماعه، او البروتين اللي هو احنا ممكن نلجأ له بعد ما يكون الشعرايه متعالجه وقويه. ارجع واقول تاني، الجدر لازم يكون قوي، لازم يكون بروتين ما بيفردش. اللي هيفرد مش هيكون صحي. طب احنا معانا اتصالات كتيره جدا وعايزين وقت كتير يبقى حضرتك معانا، بس وقتنا خلص للاسف، وفي حاجات كتيره جدا اسئله عندنا كنا المفروض نقولها لحضرتك. احنا هنتابعها تاني بعد الحلقه بينا وبين بعض. شرفتينا دكتوره نهى عطارد، ولينا ان شاء الله لقاء تاني مع حضرتك قريب باذن الله. متشكره لحضرتك جدا. فاصل ونعود.